السلام عليكم. اليوم في القناة تاعي جيت ندير معاكم وصفة شتوية محبوبة عند الناس اللي هي بركوكس ولا العيش. اليوم حندير لكم بركوكس بالخديع ولا القديد. شوفوا كمية تاع القديد، نديرو شوية فيها مرسو تاع دجاج تاع صدر دجاج، عندنا حبة بصل مسكرفجة، وعندنا لي زيبيس تاعنا اللي هما الملح، فلفل اسود وطماطم مصبرة وفلفل حار. نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. نجيبو القدرة تاعنا نحطو فيها القديد واللحم تاعنا، نحطو البصل، لي زيبيس تاعنا والطماطم والفلفل الحار، هكا نضيفو لها كمية تاع الماء ونحطوها تتقلى على نار هادئة. نضيفو لها شوية تاع الماء، هكا يجي كاس تاع ماء، هكا نخلطو كل شيء ونحطوها على نار تتقلى، هكا نلقو ونخليه يطيب. كي يخشو اللحم طيب نلوحو الخضرة تاعنا اللي هي عبارة عن الخضرة اللي عندك. انا عندي بطاطا وزرودية. كي يطيب شويه اللحم نلوحوها. دوكا نروحو نوجدو البركوكس تاعنا، تشوفوا كيف طريقة صنعو. دوكا نجيو تحضير البركوكس ولا العيش كما نقولولو حنا. عندنا المقادير تاعنا اللي هو شويه دقيق حرش، سميد حرش لازم يكون حرش، كميه قليله خلاص كي تبغي ديري هكا 3 مغارف تاع اكل سميد حرش. وعندنا سميد الرطب خلاص الرطب والماء. نبداو على بركة الله. نجيبو السميد تاعنا الحرش نحطوه في قصعة، نجيبو جبنة ولا قصعة هكا نحطوه. نجيبو الماء تاعنا نبداو نبخو شوية برك هكا بصبع هكا، ونديرو بيدينا هكا نخدمو بيدينا هكا حتى نترنخلنا كل السميد تاعنا هكا شوية هكا. ناخدو شوية من الدقاق تاعنا ولا دقيق الرطب سميد الرطب ونحطو ونزيدو نخدمو بيدينا هكا هكا. نزيدو شويه ماء كل مره نبخو هكا برك كتروش ما باه ما يتعجنلكمش، ونبدلو نحركو يدينا هكا في البرك هكا. من بعد نزيدو الدقاق تاعنا كل مره هكا حتى يطلع لك كتحصلي على يبدا يطلع كويرات هكا كل مره نفس الطريقه. شوفوا الطريقه هاو بدا يطلع لنا هكذا. كملوا نفس الطريقه كل مره نديرو شويه ماء وشويه دقيق نبخو هكا برك بيدينا الماء، نحركو هكا نحركو بسرعه ما نكعبرناش الزيت تاعنا هكا. شويه ماء وشويه دقيق رطب حتى نخلصو حتى يطلع لنا البركوكس تاعنا ولا العيش هكا. تشوفوا غنزيدو الدقيق تاعنا الرطب سميد الرطب ها سميد هكا نحركو. لازم تكوني رابيد بسرعه مهما تعبرلكش اليد تاعك ويعطيك نتيجه جيده. ها شوفوا كيفاه بدا شوفوا كيفاه بدا يطلع. كيف طلع لي الله يبارك. هذوك 3 مغارف برك تاع السميد الحرش شوف دار لنا الكميه الكل. شوفوا كيفاه بدا يطلع لنا كل مره بشويه برك نبخو بشويه ماء. اتونسيون شويه برك ما هكا بين يدينا بخوي برك ونحركو هكا جوست يتبل هكا. ما لازمش يفوتو الماء خلاص هكا
هكا فقط نخوه فقط هو يتبل هكا بين صباعكم برك هكا هاكم ما بين صباعكم. شوفوا الكميه قد ما دارت، الله يبارك ضاعفت. هكا دوكا نزيدو السميد الرطب، كل ما نديرو ماء نديرو السميد الرطب ونبداو ندورو هكا غير بصباعتينا صباع فراتها. راكي تشوفوا في العيش تاعنا ولا الكركوس بدا يطلع. انتي حباتو يطلع خشين حبه خشينه ولا حبه رقيقه، انا مازال نزيدو شويه ثاني خشان هكا. هاو بعد ما درنالو هاو جد العيش تاعنا نحكمو نديرولو هكا نقصوه بيان نلفظوه في القصعه هكا 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 هكا. نجيبو دوكا السيار تاعنا تاع الزرع ولا تاع القمح كما نقولولو ونصيروه. شوفوا كيفاه هاو العيش تاعنا طلع ما شاء الله. دوكا نجيبو السيار تاعنا نصيروه نحيولو هذا دوك. بعد ما حطيناه في السيار نصيروه هكا. شوفوا كيفاه يطيح هذاك الرقيق. هذا اللي يقعد هنا نحطوه فوق واللي يهبط نعاودو نطلعوه بنفس الطريقه حتى تخلصي كل الكميه تاعك هكا. شوفوا كيفاه يطيح لنا هذا الدقداق. هذا بعد نزيدو نعاودولو نفس الطريقه كما الاول. شوفوا العيش تاعنا وجد. نتمنى نكون تجربوه. دعموني يا البنات لايك وابوني. شوفوا طريقه سهله للمبتدئات اللي ما تعرفش. شوفوا النتيجه. انا دوك نزيد نطلعو شويه حبوا شويه خشين على هكا. شوفوا هذاك اللي بقى تحت السيار هاد القصعه حاولوا ان نصيروه في السيار تاعنا اللي ديري به هذا السميد تاعك. نحيولو هذاك الرقيق هكا ونعاودو نطلعوه بنفس الطريقه. هكا شوفوا كيفاه هكا ولا حبات دوكا يجيكم ساهل. ديروا نفس الطريقه نديروا الماء والسميد الرطب الماء والسميد الرطب حتى نطلعوه نفس الشيء. هذا خوزوه تجيه ديريه كسره ولا ما طيشيش. شوفوا الشكل النهائي. شوفوا كل حبه قد اختها. هو فيه متعه جربوه. شوفوا ما شاء الله يهبر يهبر. هاي بعد المرقه تاعنا اللحم تاعنا ما طاب. دوكا نلوحو الخضره تاعنا اللي عندنا ونخليوها طيب. هاو بعد ما فار العيش تاعنا نحطوه دركا في القصعه ونعاودوه بالماء. شوفوا خليناه نزيدوله شويه ماء تشوفوه شويه طرى. حركوه هكا بيديكم. شوفوا شكله الله يبارك ما شاء الله. شوفوا نديروا شويه ملح بصبعنا نعاودو بالملح نحطوه يشيح نزيدو نعاودو تفويره ثانيه. وكي تحبيو تخبوه ما تستعملوش شيحوه فوروه المره الاولى برك وحلوه حطوه يشيح لكم وخبيوه. كل ما تبغيو ديروا تحتاجوا جبدوه. هاو بعد ما شاح دوكا نجيبو الكسكاس تاعنا ونحطوه يزيد فرن المره الثانيه ونشوفوا الا كان طرى نبركاولو. دوك نحطوه الطفيره تاعو الثانيه. هاو زيد فار الطفيره تاعو الثانيه. دوك نشوفوه اسكو يزيد يحتاج الماء ولا لا. دوخو هكا البنات ديروا هكا نغلي نزيد عليه التفويره الثانيه نحلوه. ودوك نعسو المرق تاعنا كي يطيب نزيدو المرق تاعنا الحليب ونجمرو العيش تاعنا. طاب الخليع تاعنا الاخر نضيفو الحمص تاعنا ونضيفو الحليب عيش بالحليب ونخلطوه مليح
دركا نحكموا العيش تاعنا، نلوحوا له المرق ونطيبوه نجمروه. المرق تاعنا شوفوا شكله، شوفوا دركا نحطوه في العيش تاعنا. هاو بعد ما حطيته في صينيه دركا نجمروه على نار ذليله حتى يطيب لنا مليح. هاو شكله بعد ما طاب، شوفوا الله يبارك. دوك نطفيو عليه ونخليوه شويه يعقد ونحطوه في صحن التقديم. هاو بعد ما وجد الطبق تاعنا، شوفوا شهي ما شاء الله، بركوكس ولا العيش تاع الشاويه بالحليب وبالخليع. ناس بزاف ما يعرفوش، نتمنى لكم تجربوه، يجي بنين ما شاء الله.